السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا البنات في مطبخ مروة الجزائرية. نتمنى يا ربي تكونوا كامل لاباس. مسيتكم بأنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كما تقول حبيبتي عبدو آية. جبت لكم طريقة رائعة جدا جدا جدا، اللي هي كيفية تلميع البلاكيور. يعني كما راكم تشوفوا درت لكم الاولى ملمعه والثانيه لاله، ومن بعد لمعتهم في زوج. طريقه سهله جدا 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 ومضمونه 100% اكيد مع مروه. وتانيك نروح اولا المفاجاه اللي درتها لكم اليوم. أكيد راح ندعم قناة، واليوم قناة رائعة جدا جدا، اللي هي قناة وصفات أماني. اللي هي راهي دير في ستروتشو تاع عروس. هادي نقول للعرايس كامل تروحوا تشتركوا في قناتها، اللي راهي تحط في طريقة تطريز. يعني ستروتشو كامل تاع العروس، يعني من A ل Z. يعني اللي وحده اللي حابه تتعلم، ولا وحده عندها يعني بنتها مخطوبه، ولا اللي مخطوبه وحابه دير حوايجها وحدها، يلا بلا ما نقولكم اجريو. اشتركوا في قناة حبيبتي وصفات اماني. كما راكم تشوفوا حطيت لكم تاني بعض القناضر اللي دارتهم نتاع الدار، نتاع الدوم، نتاع الولاد الصغار، نتاع الاعراس. ما شاء الله عليها خياطه ماهره. ويعني هي ما عندها مازال ما عندهاش الزهر في اليوتيوب. على هذه نقول لكم تمشيو تساندوها وتشتركوا عندها وتتعلموا منها. اللي حابه تتعلم طريقه تطريز، طريقة الخياطة، كلش ما شاء الله عليها خياطة. وهي تخدم أولا للناس، يعني تضمنوا باللي راهي عندها حاجة، يعني كيفاش نقولوا حنا باحترافية. وانا نقولها بون كوراج حبيبتي، وراني معاك دايما نساندك ان شاء الله. واي حاجة تحتاجيها راني تحت امرك. واحنا نروحوا. كيما راكم تشوفوا عجبوني لبستهم. جاو ما شاء الله في 5 دقائق تقريبا درتهم. كنت حبيت نلمع على الاخرين كامل، لكني ما ساعدنيش الحظ. حبيت نحط لكم هذه الطريقه ليه انه ما علمتش ممكن واحد عنده عرس عنده حاجه باش يقدر يحضرهم اليوم ان شاء الله يروح بهم العرس. شوفوا معايا كيفاش كانوا. شكلهم كحل كحل كحل، يعني مسودين هادو بلاكيور. ما نباليش الا فري بلاكيور ولا لا، لكنهم بلاكيور عادي. اهم يعني حاجه هنا في الوصفه هذه واللي هي معجون الاسنان فقط. هذا واش نحتاجه. اي نوع عندك في الدار تاع معجون اسنان، وجيبي البلاكيور تاعك كامل حداك. وبدا يلبزي كيما انايا، ودخلي عليها حطي شويه. حبيت نعت لكم هنايا اولا، يعني ماشي الطريقه هذه بصح انا حبيت نعت لكم يعني كيفاش يخرج. شوفوا معايا حطيت شويه فقط وحكيته بالبونصادون او فرشاة الاسنان. الطريقه دوك تشوفوها كيفاش نديرو. حبيت تشوفوا هنايا يعني واش ينحي معجون الاسنان. شوفوا معايا يعني هذاك الصداد كامل وهذيك الكحوليه كامل تروح. شوفوا معايا يعني انا حبيت نعت لكم فقط، وهذه يعني من الاولى فقط راهي. يعني مش 2 و3 خطرات اللي نديروهم، يعني نتوما تبقاو تلمعوا حتى تخرج لكم. شوفوا معايا شوفوا الفرق بدات تظهر. هذه البدايه فقط ومازال. شوفوا معايا ودوك نروحوا الخدمه تاعنا الحقيقيه. حبيت نعت لكم فقط واش ينحي. ناخذوا اي كيما راكم تشوفونا ديما مخليه يعني كيفاش يقولوا لها سبونجه تاع الماعن. نحط فيها شويه تاع هذاك تاع معجون الاسنان اي نوع عندك في الدار، وتبداي تحكي فيها كيما تشوفي. يعني الاسبونجه اللي تكون عندك واش ديري لها، تغسليها في الماء فقط وتعصريها مليح مليح، ما يكونش فيها اي حاجه اخرى، فقط الماء وتعصريها وتبداي تحكي. ومن بعد تحطيها في الماء كيما راكم تشوفوا وتعاودي تحكي. فقط الماء ولا شوفوا معايا
ماء عادي يعني ما سخون ما والو، ماء عادي، وتمسحوا وتشوفوا. الا ما عجبتكمش تزيدوا عاودوا مره اخرى. شوفوا الفرق. هذه هنا، هذه درتها مره واحده فقط، بعد عاودت لها 2 الى 3 مرات يعني، وانتي تعاودي لها حتى تخرج لك صفرة صفرة كانها ذهب. شوفوا معايا، يعني والله ما هو ذهب، صدقوني راهو بلاكيور. انا حتى شكيت. شوفوا معايا كيفاش الفرق ما بيناتهم. هنا عاودتها تقريبا 3 مرات وانا نغسل فيها، ما زالت هذيك احلى. شوفوا معايا، شوفوا يعني سبحان الله خرجت تشعل كاني هذا وشريتها يعني من السوق. شوفوا معايا ها، درك دارت هذه. يلا نحكوها مليح نخرجوها تشعل. هاي بكل وضوح نحطوا هذيك المغسوله الجهه مليح، يعني الفيديو ما قطعتوش. هاي نعاودوا نفس الطريقه ونبداو حكي فقط. راهو متسرع الفيديو، درته سريع باش ما نجيش الفيديو كبير بزاف، لكن نفس الطريقه كما تشوفوا. فقط هذا مش صابون، هذا راهو معجون الاسنان في الماء يولي كيما الرغوه كيما هكا. يعني تجربوا الطريقه وتشوفوا. شوفوا معايا كيفاش بدات تخرج. هذه من المره الاولى. تحبسوا وتشلوها ومن بعد نزيدوا. شوفوا معايا شفيتوا عليها كيفاش كانت كحله. ومن الداخل تاني ما تنساوش. ها عليكم، نحط هنايا ونزيد نعاود نحك ونشلل. شوفوا الماء كيفاش قغي، شوفوا الماء، الماء رمادي، يعني هذاك الصديد هذاك كامل وديك الكحوله كامل خرجت. شوفوا معايا يعني خرج ما شاء الله يلمع وكأنه ذهب، يعني ولا كنت حنطيشهم. والله العظيم يعني قداش مرة نشوف معاهم ونقول ولا واش يعني هاد الكحل هادو قاعدين عندي نزيد نطيشهم احسن. شوفوا تعاودت مرة تانية، شفتوا ما خرجتش مليح، عاودت المرة الثانية، زدت فقط حطيت شوية نتاع معجون الأسنان. كما قلت لكم والله شفت معاهم يعني دوك عندي واحد السنة، قلت انا لو عندي هادو الكحل هز طيشهم عليا، يعني حاكمين لي غير البلاصة. معهم كبار. يعني شوفوا طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. درك تلمعوا كامل البلاكيور اللي عندكم، تدخلوا عليه حك حك. نوصيكم فقط اللي فيه الحجر وفيه الوحايد نفس الطريقه. احسن تستعملوا فرشاة الاسنان باش ما تفسدوهمش وتروحوا معاهم غير بالعقل، وتسناو عليهم شويه هاو كما تشوفوا، تشلوا مليح في الماء وتخليهم يسناو شويه. ها عليكم، يعني روحوا معاهم غير بالعقل. وكيما هكا اللي عندها مقايس كيما هكا او يعني مسايس او اسوارات كيما نقولوا، يديروها نفس الطريقه تاعي حك دقيقه. شوفوا معايا بكل سهوله وبساطه. نتمنى يا ربي الوصفه تاع اليوم تعجبكم. ما تنساونيش بالجيمات وبالدعوات، وتبارطاجيو الفيديوهات، وحنا نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.